هو أنت عايزة تتجوزي بجد ولا بس مش عايزة تسمعي سؤال هنفرح بيكي إمتى؟ كل فرح تدخليه نفس النظرة، نفس الابتسامة اللي فيها شفقة مستخبية، نفس الكلمة اللي بتتقال كأنها هزار. لسه إيه؟ هو أنا مشروع واقف مستني اعتماد؟ هو أنا منتج اتأخر في التسليم؟ هو أنا رقم في طابور؟ انتي مش موجوعة عشان ما تجوزتيش، انتي موجوعة عشان حسيتي انك واقفة بره الصورة، بره السباق، بره الطبيعي. واخطر حاجة حصلت انك بدأتي تفكري تقبلي اي حاجة بس علشان تقولي خلاص اتجوزت. تقبلي واحد مش شبهك، واحد مش فاهمك، واحد عايز زوجة تملى الفراغ مش عايزك انتي. ليه؟ علشان صورة تنزليها على الفيسبوك، علشان الناس تقول مبروك، علشان لقب مدام يمسح كلمة لسه؟ اسمعيني كويس، في بنات اتجوزت بدري بس ندموا بدري أكتر، في اللي استعجلت علشان تسبق ولقت نفسها محبوسة في حياة مش بتاعتها ودفعت تمن الاستعجال أعصاب وراحة وكرامة. المشكلة مش في التأخير، المشكلة في إنك تختاري بدافع الخوف. أخطر جوازة مش اللي اتأخرت، أخطر جوازة اللي اتعملت علشان تهربي من كلمة لسه. الناس مش هتعيش مكانك، مش هتنام مكانك، مش هتعيط مكانك، واللي بيضغطوا عليك النهاردة أول ناس هيقولولك استحملي لو اخترتي غلط. انتي مش في سباق، والموضوع مش مين سبق، الموضوع مين وصل. والحقيقة اللي محدش بيحب يقولها بصوت عالي، تأخيرك مش عيب، العيب انك تصدقي انك ناقصة. انتي مش ناقصة، انتي بس رافضة تبقي اي حاجة والسلام، مستنية حاجة تليق بيكي مش اي حاجة تمشيكي. فلو هتزعلي ازعلي علشان حلمك لسه مجاش، مش علشان كلام ناس عمرهم ما هيتحاسبوا على وجعك. وخديها مني واضحة ومباشرة، مش كل باب اتفتح يبقى نصيب، في أبواب بتتفتح اختبار، وفي أبواب بتتقفل نجاة. واللي فاكرة إن التأخير ضعف هتفهم بعدين إن في تأخير كان حماية من حياة كاملة كانت هتدمرها. اختاري الصح حتى لو جه متأخر، لأن الجواز مش إنقاذ، والغلط عمره ما كان حل للتأخير.